عمرك حسيت انك بتتصرف بطريقه مش شبهك، مش شبهك خالص، ودايما ده مش شخصك؟ انت بتضحك وانت مش حابب تضحك، بتوافق على حاجات جواك عاوز ترفضها. اهو ده بالظبط شغل الذات المزيفه، النسخه اللي مش انت بس سيطرت على حياتك. النهارده هنتكلم عن السر اللي بيخلي ناس كتير عايشه بشخصيه مش شخصيتهم، وازاي نحرر نفسنا من السجن ده. الذات المزيفه ده مش مرض تماما، ولكن عامل زي القناع بالظبط، قناع اللي بيسناه من صغرنا علشان نرضي الناس، الاب والام، المدرسه والمجتمع اللي عايش فيه، حتى اصحابك. الطفل اللي جواه مشاعر مكبوته وعيط واتقال له عيب ما تعيطش، اللي كان شغوف اتقال له ركز في مذاكرتك وبس. فاللي بيحصل ان الطفل ده دفن نفسه الحقيقيه وبنى شخص جديد مخلوق ليرضي الناس بس، وده اسمه الذات المزيفه. الذات المزيفه بتخليك تاخد قرارات مش بتاعتك، بتخليك تبعد عن شغفك وبتعيشك في قلق مستمر، وبتحس بالفراغ بالرغم لو انت ناجح. ليه؟ لانك بتلعب دور مش دورك، زي مدافع بيلعب في ملعب خماسي لاعب مهاجم، زي ممثل نسي يخلع الشخصيه بعد ما المسرحيه خلصت فبقى عايش في تمثيليه دايما، والنتيجه توتر نفسي واكتئاب ولا مبالاه وعدم رضا. في مؤشرات لو لاحظتها اعرف انك مش عايش شخصك الحقيقي. دايما بتسال الناس نعمل ايه، بتخاف تقول لا، بتحس انك مش فاهم نفسك، بتتغير حسب المكان والناس، بتتجنب المواجهه عشان ما تزعلش حد. دي كلها علامات بتقول لك في نسخه منك مش انت اللي صنعتها، المجتمع هو اللي صممها. التحرر من الذات المزيفه مش لحظه، دي رحله. بس اقول لك على اول 3 خطوات. رقم واحد الملاحظه، ابدا لاحظ امتى بتبدا تتصرف ترضي الناس وامتى بتتصرف علشان نفسك انت. اسال نفسك انا بعمل كده ليه. رقم اتنين الصدق، اعترف قدام نفسك بالحقيقه حتى لو كانت بتوجع. لو مش حابب شغلك اعترف، لو بتظهر بالقوه اعترف، ده اول باب للتحرر. رقم ثلاثة الجرأة، خد خطوه صغيره تكون انت فيها، قول رايك بصراحه، اختار لنفسك، ارفض حاجه بتضايقك. واللي بيحصل بعد كده الذات الحقيقيه بتبدا تطلع للنور واحده واحده. وكان معكم ياسر أزامل من قناه معتز بالفكره.